ربي تشفي المرضى. في إطار مرافقتها الدائمة للمريض، ها هي جمعية أصدقاء المريض بولاية البويرة تعد العدة للترحال إلى قرية زاوية الشيخ بالعموري ببلدية الحجر الزرقاء قصد القيام بعملية التشخيص المبكر لمختلف الأمراض على غرار داء السكري وضغط الدم والتهاب الحنجرة واللوزتين. القافلة التي شارك فيها أطباء وممرضون وأخصائيون نفسانيون جعلت سكان القرية الوافدين إلى العلاج يأملون في غد أفضل بمرافقة الجمعية لهؤلاء المرضى. نقول الله يسترهم ونقول الله إن شاء الله يضمنهم ونقول الله إن شاء الله ضمان إن شاء الله يعطيهم الصحة يعطيهم العافية يعطيهم. خويا والله كنا نستناو في المبادرة هذه وهذه مبادرة مليحة وشغل تاع السبيطارات شغل الاكتظاظ بزاف. عندنا خرجات ميدانيه نقوم بها من فتره الى اخرى مع الاعضاء الجمعيه اللي هم متمثلين في ممرضين في اخصائيين نفسانيين. نقوم بفحوصات التهابات القصبات الهوائيه يعني الالتهاب باللوزتين وبعض الامراض المزمنه مثل السكري. قمنا اليوم بخرجه ميدانيه منطقة الحجر الزرقاء باش نقوموا بالفحص الطبي الكشف المبكر لداء السكري وارتفاع ضغط الدم. الكشف المبكر عن ضغط الدم وعن السكر. الفحوصات التي تمت في قاعة العلاج أضفت إلى نتائج إيجابية كشفت عن ثقافة المواطن وارتباطه بمثل هكذا تكافل اجتماعي. نظمنا اليوم خرجة ميدانية هي قرية الشيخ بالعموري، طاقم طبي متكون من 4 أطباء طبيبة 7 ممرضين وطاقم من أبناء الجمعية، وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نقدموا ما يمكننا تقديمه للمريض ومرافقته. حركية دؤوبة شهدتها قاعة العلاج إلى ساعة متأخرة، هدفهم واحد هو العلاج المبكر. هكذا هي مرافقة جمعية أصدقاء المريض للمريض، قد رسخت مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الجزائري لتبقى الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. من زاوية الشيخ بالعموري ولاية البويرة، عبد الحميد دواجي لقناة نوميديا تيفي.